وبعد ما رجعنا من الفاصل نرحب بدكتور شريف شعبان، الكاتب الروائي والمؤرخ الفني والخبير في الآثار المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، ازاي؟ حضرتك منورنا النهارده. تسلمي، ربنا يخليكي. دكتور، في البداية كنا عايزين حضرتك تاخدنا في جولة عبر الزمن وتقول لنا مين هم الهكسوس وازاي دخلوا مصر وقدروا يحكموها. الهكسوس ببساطة هي مجموعة من القبائل الأرامية والآرية اللي ظهرت في وسط آسيا. ظهروا حوالي في القرن ال 12 أو ال 13 قبل الميلاد، وابتدوا إن هم يزحفوا بشكل غير طبيعي نتيجة للظروف المناخية اللي ضغطت عليهم، لحد ما استقروا في منطقة الشام. ابتدوا إن هم يعملوا مجموعة من الهجرات غير المنتظمة في القرن ال 17 و 16 قبل الميلاد. ابتدوا ان هم يدخلوا مصر عن طريق الهجرات او عن طريق موجات الهجرات دي بشكل متتابع، لحد ما قدروا ان هم يسيطروا على الدلتا او على مصر الوسطى. في الوقت ده طبعا الوضع السياسي والاقتصادي في مصر كان مهزوز شويه، ما كانش فيه ملوك اقوياء، كان الاقتصاد فيه مشاكل. ده ساعد على دخول الهكسوس مصر. بالظبط، ده ساعد على دخولهم وعلى استقرارهم وعلى تسيدهم أرض مصر، وإن هم يقدروا إنه يوصلوا للسلطة وياخدوا زمام الأمور ويحكموا أرض مصر.